alright. خليني الخص لك قصة حياة خسساني في كام فيديو، بحيث اني الخص لك 13 سنة في كذا مرحلة، وتتعلمي منه، او تستفيدي منه قد ما اقدر ان شاء الله. الفيديو ده عشان تبني حاجة واحدة بس، اسمها realistic goals، اهداف واقعية. تشوفي انتي فين دلوقتي، وكمان 3 شهور، 6 شهور، 9 شهور، و12 شهر. بعديها نبدأ نتكلم. بعديها نبدأ نشوف الدنيا فيها ايه. ممنوع التسرع في الهدف، وان انا عايزه اخس بسرعه، وعايزه كل حاجه تيجي بسرعه، والاكل ايه بسرعه، ومش عارفه دايت بسرعه، وبس سريع سريع ودريد. دي ما انا اسفه، انا اسفه فعلا مش هتحصل. او على الاقل مش عندي. 3 مراحل انا مريت بيهم. المرحله الاولى اني اوصل للطبيعي. حاربت حاجه اسمها obesity، مرض زيه زي السرطان، عشان اكون انسانه طبيعيه، اعرف البس عادي، ما حدش يفصل لي، ما اخشش مستشفيات عشان قلبي والسكر والكلام ده كله. فكان هدفي بس اني ابقى رفيعه. ده خد 3 سنين. عملت ايه؟ ولا حاجه. كلت كالوريز قليله قليله، وجانك فود قليل، وقعدت امشي على التريدميل ساعه. طبعا ده ملوش اي دعوه بالفتنس، هو ده بس مجرد ان انا قللت في حاجات، وبدات حطيت ايه incorporated عامل واحد من الفتنس. خسيت فعلا وبقيت رفيعه جدا، مستطيل كده، مفيش انوثه، مفيش اي حاجه، وفرحت برفعي. يلا اخرجي، يلا اصحابك، يلا البسي، يلا ناكل تاني عشان نحتفل. فطبعا بدات اتخن تاني. فمفيش حاجه. ال3 سنين دول ما كونتش حاجه اسمها عاده. كان صاحبتي بتسالني انت ليه الواحد بيبني عاده وبتروح؟ لان الهدف مش ثابت. انت هدفك انك تخسي، بس اول ما هتخسي خلاص خدتي غرضك ومشيتي. هتستغلي الفرصه دي. طب خلاص I'm not motivated، انا مش متشجعه اني اني اكمل. فدي هوصلها لكم ان شاء الله في فيديو تاني. بس لازم تحطي الجولز دي. شوفي انت فين دلوقتي. لما بقيت رفيعه وتخنت تاني، حطيت الهدف التاني اللي هو الاستمراريه اللي كنت بحكي لك عنها امبارح. ازاي ابني هابت، نسيت يعني ايه هابت بالعربي. عاده، واحطها في دماغي مدى العمر. في السوفت وير اللي في دماغي دي تستمر معايا لغايه ما اموت. اوكي. ده خدني من سنه 2006 ل 2010 بتعلم يعني ايه فتنس، يعني ايه بقى اكل كويس، وكل الفيتامينز وكل المينرالز عشان صحتي ووشي وقلبي وروحي ونفسيتي والفيوتشر بيبي وكل الحاجات دي. مش عشان اخس بس، الموضوع ما بقاش about خسسان، it became about صحة. رحت لازم اسعى واتعلم. اوكي. فدي لازم تقعدي دلوقتي نص ساعة كل يوم تعرفي يعني ايه الاكل الصحي. الاكل الصحي هنا في مؤتمرات في امريكا، عشان امريكا اكتر بلد في العالم فيها الامراض دي وبيلز ومش عارفه ايه. دكاتره بيقعدوا يحاربوا يقولوا لا، لمجرد ان احنا ناكل صحي ونعمل لايف ستايل صحيه ممكن نتغلب حتى على السرطان وعلى امراض كتيره منهم الاكتئاب. اوكي. المرحله الثالثه بعد طبعا الحمد لله ما بنيت عاده في 4 سنين. هي المفروض طبعا بتاخد فتره اقل، بس عشان دماغي جازمه شويه خدت معايا فتره طويله. بدات ابقى عايزه مرحله التفوق، او اسمها ايه دي، I wanna be professional in what I'm doing يعني. اوكي. الاحتراف. عايزه ادخل مسابقه، عشان خلاص ما لو دخلت مسابقه بقى يبقى انا ثبت على نفسي ان انا في المجال ده، انا فتنس. حتى لو تخنت تاني انا فتنس. واخد صور والجو بتاع اللي هو اشجع نفسي بنفسي. طبعا ده اسلوب حسب انتي وسلوبلاتكم وعاداتكم وتقاليدكم تشجعوا نفسك وبنفسك ازاي. فشوفي دلوقتي، تكتبي ورقه وقلم كده، وشوفي انتي اهدافك ايه دلوقتي، انتي فين دلوقتي، وتحطي هدف لمده شهر. مدة شهر تمشي على نظام غذائي مختلف. طب ايه بقى النظام الغذائي؟ انا ممكن امسكك واقول لك اللي انا باكله دلوقتي لا يمكن يمشي معاكي، ووقت الفيديو مش هيسمح لي ان انا احط لك نظام غذائي. لكن generally الاكل اللي ربنا خلقه مش الاكل البروسيسد. الفراخ واللحوم والاسماك والفاكهه والخضار بلاش. احسن من كل ده اطلعي دوري على اكل السنه.
وشوفي هو بيفيد في ايه، وابدأي حطيه، وعلى الاقل كل يوم يبقى فيه حركه. الرياضه اللي عملتها اسمها باور ليفتنج، ودلوقتي بقت بادي بيلدينج وخلصت على كده. اللي انا ماشيه فيه ده، اللي انا ماشيه فيه ده برضو مجال كل معلوماته بالعربي وبالانجليزي، وفي صفح كتيره بتحط ديتيلز عنه. alright. الفيديو جاي ان شاء الله هتبقى عن more of a little bit of details، بس النهارده عايزاكي بس تحطي حاجه اسمها اهداف واقعيه، ومش هخس في يوم وليله.